السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. الفيديو النهاردة من تحضيرات وتجهيزات رمضان. هنعمل مع بعض سمنة بلدي. سمنة بلدي بس مش بسمنة بلدي. ازاي هقول لكم دلوقتي، بس في الاول اتمنى ان انتوا تدعموني باللايك والسبسكرايب لو الفيديو عجبكم. انا عندي هنا دول 2 كيلو زبدة مزارع. هعملها لكم، هنحولها ازاي تكون بريحة وطعم السمنة البلدي الاصلي. ديت سمنة مزارع او زبدة مزارع، انا بشتريها كده. دول 2 كيلو ب110 جنيه، يعني الكيلو ب55 جنيه. انما السمنة البلدي بتعدي ال150، يعني ممكن 170 180 جنيه على حسب كل منطقة. ديت مزارع 55 جنيه 2 كيلو. عندي طبعا لازم يكونوا متلجين بالشكل ده عشان ينفعوا يفكوا من الكيس. احطهم في الحله لحد لما يسيحوا بالشكل ده. هنزل عليهم بربع كيلو قشطه، بس القشطه بقى فلاحي. دي قشطه باري لان الزبده انا جايباها باري، فجبت لها قشطه باري حوالي ربع كيلو كده ب30 جنيه. فضيتهم عليها اول لما الزبده ساحت. انا قلت لكم ان انا بنزل الزبده وهي متلجه عشان تفك من الكيس، ما يفضلش منها حاجه في الكيس خالص. اول ما تسيح على النار بروح مفضيه عليها القشطه، مش بنزل عليها القشطه على طول عشان ما تلزقش في الحله. وعلى نار هاديه هفضل اقلب فيها كده. هضيف ليها شويه ملح صغيرين واقلب عليها على نار هاديه لحد لما تفصل المرته عن السمنه. زي ما هتشوفوا اللي على الوش ده هو اللي هيتحول بعد كده هيكون مرته. اول لما تسيح ويطلع الوش الابيض اللي على الوش ده بهدي عليها النار خالص، وافضل برضو ايدي فيها اقلب فيها باستمرار علشان ما تلسعش ولا تلزق في الحله. بالشكل ده هفضل اقلب فيها على نار هاديه زي ما انتم شايفين كده لحد لما كلها تدخل في المرحله دي كده اهي. بتبدا تتقل، الوش اللي يكون على الوش الابيض ده بيتقل، بيبقى كده خلاص هتبدا تفصل اهي. هي كده بدات تفصل السمنه عن المرته. المرته بقى مرته فلاحي 100 درجه اولى. والسمنه والله 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 ريحه وطعم سمنه بلدي. انت كده قدرت ان انت توفري، يعني ال200 جنيه اللي كنت هتجيبي بيهم 4 كيلو، قصدي ال200 جنيه اللي هتجيبي بيهم كيلو من السمنه الفلاحه هتعملي بيهم 4 كيلو، حوالي 4 كيلو او 3 كيلو ونص زبده من ديت. بس بقى هتضيفي عليها القشطه بس عشان تديكي نكهه وطعم وريحه وكل حاجه في السمنه البلدي. نستخدمها بقى في حلويات رمضان، ندخلها في اكلات كتير لغير عنها في رمضان وفي غير رمضان. بس احنا برضو في حلويات رمضان ما ينفعش ولا هتكون بريحه وطعم حلوين غير بالسمنه البلدي. والامكانيات دلوقتي الدنيا بقت غاليه، الامكانيات مش هتسمح ان احنا نجيب سمنه بلدي فلاحي اصلي. فجبت لكم الطريقه والحل الامثل اللي بيه تعملوا سمنه فلاحي وتطلع معاكم ريحه وطعم بالشكل ده. هنا بقى تفصل بقى خلاص. انا بقى ايدي فيها باستمرار كده لحد لما تبدأ تاخد لون اقل من الذهبي بشوية. هفصل عليها النار واسيبها علشان سخونية النار، سخونية السمنة هتخليها توصل لدرجة اللون اللي انا عايزاها. انا هنا فصلت عليها النار، طفيت عليها خلاص، وهي لسه يدوبها كده بتاخد لون ذهبي فاتح قوي. وبرضو بقلب فيها لحد لما تهدى، وهشيلها في مكان بقى هشيلها من على الشعلة عشان طبعا لسه سخنة. هحطها على الناحية كده هادية واسيبها لما تهدى خالص اهي بالشكل كده. هبدأ بقى ان انا افضيها كده في البرطمان. انا عندي البرطمان دوت ده مكان سمنة برضو، ده اللي انا بعمل فيه على طول، مخصصاه كده للسمنة البلدي. هو برطمان بياخد 2 كيلو. هفضيها فيها كده اهي. طبعا انا قلت لكم المرته ان هي بتكون مرسبه تحت، فما فيش اي مشكله ان هي اصفيها كده من غير مصفى من غير اي حاجه، مش هينزل فيها. هجيب برطمان تاني افضي فيه الحبه الباقيين اهو، حوالي ربع البرطمان. ودي المرته عندي فضيتها في طبق وبقت بالشكل ده، ريحه وطعم وكل حاجه. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه